طيب تعالى بقى دلوقتي نمسك الإيكويشن بتاعة ال probability density function دي ونفهمها جزء جزء. كنا قلنا في البداية إن جاوس حاول إن هو يشوف أو يموديل ال errors اللي بتحصل في ال measurements. فهي بدأت من observation لحاجة في الطبيعة، شفنا إن ليها behavior معين، حاولنا نفكر في equation أو curve يموديل يفت على الديتا اللي احنا بنقيسها دي. طيب تعال نفكر في الايكويشن دي شوية بشوية عشان نشوف ايه البروسيس بتاعت التفكير في الايكويشن ما جاتش من لا شيء. تعال بقى نبص دلوقتي على فاريشن تانية من الاكسبوننشال فانكشن دي e to the power of x squared. انا دلوقتي لو عوضت في الكلام ده بفاليو زيرو، يعني الاكس بزيرو، اللي هيطلع هيكون e to the power of زيرو، يعني هيكون بواحد. ولو عوضت بواحد اللي هيطلع e، يعني 2.71%. وهكذا هفضل اللي انا اعوض هلاقي ان الفانكشن بتاعتي بتجرو بشكل سريع جدا، لان الاكسبوننشال فانكشن ده البيهيفير بتاعها، وهي دلوقتي بتاكت على الاكس سكويرد. فاللي هيحصل ان انا هلاقي الفانكشن بتاعتي بتزيد بسرعه قوي. طيب لو بصيت بقى على الجزء النيجاتيف، لو عوضت باجزاء نيجاتيف، هلاقي ان كل جزء نيجاتيف بيميرور الجزء البوزيتيف. لان انا مثلا لو اخدت فاليو زي 2 او مثلا خلينا نقول 4، 4 دي هتطلع فاليو هي الفاليو بتاعت ماينس 4، لان انا هنا بسكوير كل حاجة. والفاليو اللي قبل ماينس 4 على طول هتساوي الفاليو اللي قبل 4 على طول، وانت بتقرب من الزيرو، وهكذا. فبالتالي الصورة اللي هتطلع في الجزء النيجاتيف هتكون بيرفكت ميرور للجزء اللي حاصل في الأجزاء البوزيتيف. طيب تعال نشوف فاريشن تانية. كل ده احنا بنحاول نعمل ايه؟ كل ده احنا بنحاول ان احنا نمشي مع جاوس في الرحلة بتاعته بتاعت استنتاج البيل كيرف، استنتاج النورمال ديستريبيوشن. طيب دلوقتي e to the power of minus x squared، تعال نشوف شكلها عامل ازاي. لو انا اخدت الفاليو مثلا بتاعت x بزيرو، الفاليو عندي هتطلع بواحد. طيب لو اخدت عندي الفاليو بواحد، اللي هيطلع هيكون ايه؟ هيكون e to the power of minus 1. الفاليو دهيت لو شفتها اكيد هتكون اقل من واحد، فانت هتلاقي ان الفانكشن بتاعتك بتديكريس. ولو بصيت على الجزء النيجاتيف هتلاقيه بيمرر الجزء البوزيتيف. ليه؟ لان انا بسكوير الاكس نفسها، فاي فاليو نيجاتيف للاكس هتطلع بعد السكوير بوزيتيف، وبعد كده بحط لها نيجاتيف، يعني هتطلع زي اللي حصل مع e to the power of x squared. شايف الكيرف اللي طلع ده؟ هو ده بالظبط الايرلي فيرجن يعتبر من البيل كيرف. يبقى احنا كده قربنا ان احنا نطلع النورمال ديستريبيوشن شويه. انا دلوقتي سعيد الحقيقه، احنا دلوقتي بقى معانا بيل كيرف. قدرنا ان احنا بالشكل بتاع e to the power of minus x squared ده، اللي انا يبقى معايا شكل البيل كيرف اللي بالمنظر ده. طيب دلوقتي مش كل الداتا سيتس زي بعضها، انت دلوقتي بقى معاك زي مقادير كده. طيب انا دلوقتي عايز اخليها بقى تمشي على اي شكل. اقدر ان انا اغير في شكل البيل كيرف ده بحيث ان هو يفضل استيل شكل البيل، شكل الجرس ده. فاقدر ان انا اعمل له زي فيتنج على اشكال مختلفة من الداتا، بس مازال محتفظ بالسيمتري بتاعته، مازال شكله شكل بيل. ممكن. تعال نغير في حاجتين جوه البيل كيرف. تعال نغير في الشيفت بتاع البيل كيرف. يعني انا مثلا عايز امشيه ناحية اليمين شوية، عايز اخليه في النص، عايز اخليه ناحية الشمال شوية. مش كل دول valid بيل كيرفز. ممكن الداتا تبقى شيفتد معايا، فانا افيت الكلام بتاعي ده على الداتا بشكل مظبوط. صح جدا. حاجة تانية، مش ممكن ان الداتا عندي تبقى نارو شوية، ما يبقاش فيها ستاندرد ديفيشن كبير، وممكن الداتا بتاعتي يبقى فيها سبريد كبير. فانا دلوقتي ممكن ان انا اغير فيه السبريد بتاع البيل كيرف، الفاريابيليتي اللي حاصله، ومازال شكله شكل بيل برضو. انا دلوقتي عايز ان انا اوصف تو بارامترز يتحكموا لي في الشكل بتاع البيل كيرف. اول واحد فيهم هو الشيفت. لو انا دلوقتي اخدت الايكويشن e to the power of minus x، وقمت قايل ان انا هجمع عليها اماونت معين هسميه ميو، وهسكوير الكلام ده، ايه اللي هيحصل؟ تعالى كده نعوض بفاليوز مختلفة للإكس. لو أنا عندي دلوقتي الإكس بزيرو، قبل كده كانت بتطلع واحد زي ما شفنا. طيب دلوقتي لو فرضت إن عندي الميو دي بواحد،
ايه اللي هيحصل؟ والاكس بزيرو والميو بواحد هتبقى e to the power of minus 1 اللي هو الجزء اللي بيديكي، في حين بقى لما اعوض بالاكس بماينس 1 فاللي هيحصل ان هي تكون ماينس 1 بلس 1، فاللي هيحصل ان هي تكون e to the power of 0، فدي هتطلع لي 1. فلما تكون الاكس بماينس 1 هو ده اللي هيطلع لي 1، وحوالين ده هتلاقي الديكاي، ده معناه ان هو اتحرك ناحية الشمال. يبقى والميو ب1 ده عمل لي شيفت ناحية الليفت ب1. في الماثيماتكس عايزين نخلي الدنيا تكون انتويتيف شوية، منطقية شوية. فانا عايز اللي انا الشيفت اللي انا هعمله ده بدل ما يحركني ناحية اليمين او الشمال يحركني بشكل منطقي من حيث الساين بتاعة الشيفت. فانا عايز اقول دلوقتي ان انا لما اشفت بشيء يكون بوزيتيف انا هتحرك ناحية اليمين، ولما هشفت بشيء نيجاتيف هتحرك ناحية الشمال. هو ده المنطق. فانا لو عملت الكلام ده والساين بتاعتي هنا دي بوزيتيف، اللي هيحصل ان هو هيكون عكس الشيفت اماونت اللي انت حطيته، هيتحرك ناحية الشمال. ولذلك انا هفليب الساين دي هخليها نيجاتيف، فبالتالي هحصل على e to the power of minus x ناقص ميو سكويرد. بالتالي بقى لو انت عوضت في حاجة زي دي الاكس هتكون ب1 ساعة لما الميو تكون ب1 ساعتها يديك 0، فساعتها فعلا وانا بشفت ب1 يعني وانا حاطط الميو ب1 ساعتها هو بيشفت ناحية اليمين، ب2 بيشفت ناحية اليمين. لو حطيتها بالماينس اللي هيحصل ان هيكون x ناقص حاجة نيجاتيف فهتبقى بوزيتيف، فساعتها هيشفت ناحية الشمال. ففعلا كده هي بتفولو الساين كانت بوزيتيف ناحية اليمين، كانت نيجاتيف ناحية الشمال. فبالتالي الشيفت اللي انا عملته هنا ده مش هطلق عليه مثلا variable shift او اي حاجة، لا انا هطلق عليه ميو، لان هو حرفيا البيك، هو حرفيا البوينت ليها الماكسيموم لايكلي هود اتحركت، فبالتالي الشيفت هو الميو اللي موجودة عندي.